ما بعد مباراة الزمالك وسموحة في كاس مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة معاكم اسلام دونجا وبرنامج على الطاير. وما بعد مباراة الزمالك وسموحة وفوز الزمالك على سموحة 4-2 في مباراة كانت واجه فيها الزمالك صعوبات كتيرة بسبب أفكار بيسيرو وطريقة اللعب، وأفراد كتير من اللعيبة لازال عندها مشاكل. طبعا أنا بعتذر لحضراتكم جدا، الحلقة ممكن هتكون نزلت متأخر شوية لأن عقبال لما جينا من الاستاد كنا في المباراة. اتفرجنا على المباراة من أرض الملعب والوضع بيكون مختلف 360 درجة. انك تتفرج على المباراة من ارض الملعب غير التلفزيون تماما. يعني دي الواحد اتفرج عليها كتير جدا، وكل مرة بيتأكد من المعلومة دي بدون اي شك. الزمالك فاز على سموحة في مباراة زي ما قلت لك كانت صعبة جدا بسبب افكار بيسيرو. قبل اي حاجة افتكر يا صديقي العزيز وارجع لحلقة ما قبل المباراة. هنا قلت لك الزمالك من وجهة نظري اتمنى ان بيسيرو يروح لطريقة ايه. قلت لك هنا في مراجعة ليلة مباراة الزمالك وسموحة، قلت لك بيسيرو لازم يلعب 4-3-3 او 4-2-3-1، ما يروحش لل3-4-3 لان هي هتكون صعبة. مش هتخليك يعني ال3-4-3 مش هتخليك، ده اللي انا قلت لك بالنص في مراجعة ليلة المباراة، مش هتخليك تعرف تستغل عيوب سموحة. الزمالك بدأ المباراة ب 3-4-3 طبعا مصدق والونش وحسام عبد المجيد بإنتاج وينج باك شمال، عمر جابر وينج باك يمين، ولعب في خط النص بعبد الله السعيد وشحاتة، ناصر ماهر وجناح يضم من العمق كأنه بيعمل ثلاثية مع ناصر مع شحاتة ومع عبد الله السعيد وزيزو وحسين الجزيري. دي كانت التشكيله اللي بدأ بيها المباراه. التشكيله دي عملت مشكله كبيره جدا تقريبا لحد ما ناصر ماهر طلع. المشكله ان كانت الجبهه الشمال على طول فاضيه تماما، لان ناصر ماهر دايما داخل العمق، ومن النوادر لما كان بيطلع لبره. كان بيديك شويه ممكن يساعدك في فكره تدوير الكره الى حد ما، مش بشكل كبير، لان في ثلاثيه في نص الملعب وزيزو بيبدأ شويه يضم. بس الزمالك ممكن اقول لك ان الشوط الاول خد بالك، على الرغم شوف ان انا بقول لك ال 3-4-3 وعيوبها، الزمالك الشوط الاول عمل كام فرصه خطره جدا. الزمالك بدأ اللقاء بشكل ضغط بشكل كبير، هو المستحوذ، ومع في الاول على طول قدرنا نسجل جون الجزيري اللي ما عملش حاجه في المباراه غيرها. سيف الجزيري بدون مبالغه كل المدرج النهارده ضيع صيام رمضان في الايام اللي ال 15 يوم اللي اتصاموا في رمضان بسبب سيف الجزيري. قدم مباراه في منتهى السوء اللي ممكن اي لعيب يقدمها، كميه ميس باص مرعبه، ما بيجريش ما بيتحركش ما بيعملش حاجه خالص. هي الفرصه الوحيده اللي عملها فرصه الهدف الاول، عدى بشكل ممتاز. وده ارجع لحلقه مراجعه ليله المباراه في القناه دي هتلاقيني قلت لك النقطه دي بالتحديد. فريق سموحه ما بيقطعش تماما، هتلاقي اللعيب بيعدي ويروح بيفضلوا يحلقوا ويرجعوا، ما بيضغطوش على اللي معاه الكوره. وده اللي الزمالك سجل منه الهدف الاول الجزيري، عمال رايح محدش قادر يقابله، مش عشان هو جامد، هي نقطه ضعف في سموحه، محدش بيقابل، بيسيبوا اللعيبه. فسابوه قعد يعدي وراح حاططها بوش رجله، سجل الزمالك الهدف الاول. من بعدها الزمالك بدأ الريتم يهدى خالص، الزمالك ما قدمش حاجه تقريبا من بعدها. سموحه وكالعاده من كره ثابته، وهنا لينا علامه استفهام كبيره جدا. يعني انا مش فاهم بيسيرو بيعمل ايه. يعني احنا كل مره الركله الثابته سواء فاول من الجنبين او ركله ركنيه فهي بمثابه ركله جزاء على الزمالك. متخيل؟ عيب يا جماعه لما يكون فريق بحجم الزمالك كل الركلات الثابته سواء فاولات ولا ركنيات تكون بمثابه بنالتي على الزمالك. لا مش ممكن، لازم يكون لها حل، وبالاخص انت بتلعب بثلاثه
الثلاثه اللي ورا كلهم اطوال، يعني انا ما شاء الله حاجه، كلهم اطوال مريبه. الونش وحسام ومصدق. وهنا لو هلوم على الونش لانه بيلعب دور التالت اللي هو في قلب الاثنين مدافعين، والمفروض انه الاكثر خبره. والونش هو المفروض بمثابه القائد للفريق من ورا. المفروض ان الونش عنده خبرات كبيره جدا، وهو اللي يوجه اللعيبه او خط الظهر معاه. يا فلان امسك المان، يا فلان امسك المان، وانت تبقى واقف تلم الكور دي كلها. لكن ده ما بيحصلش. ولازم هنا المدرب يشتغل على النقطه دي، لان بحس ان الثلاثه بيتكلوا على بعض او بيعتمدوا على بعض. المهم ان احنا ما بناخدش كره عاليه، ودي كارثه. ده يا ريتنا ما بناخدهاش. ده بمثابه بقول لك ركله الجزاء، الفاول ولا الركنيه يعني جون. وجت كره ثابته لسموحه، كانت ركله ركنيه اتعرضت، هوب 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 جون. 1-1 لسموحه. واحد هدف تعادل لسموحه، واصبح النتيجه 1-1. الجمهور بدأ يدفع ويشحن اللعيبة ويشجع بشكل أعلى، والريتم بدأ يعلى. وقدر الزمالك بدأ يركب الجيم شوية ويبدأ يضغط شوية. الزمالك في المرحلة دي، رغم ان انا بقول لك عندي مشاكل مع طريقة اللعب بتاع 3-4-3 في طريقة تنفيذها في الزمالك، وبالتحديد قدام سموحة، إلى ان الزمالك في الشوط الأول عمل كمية فرص كتيرة جدا كانت ممكن تكون كلها أهداف. وكلها كانت بتيجي من الجبهه اليمين بتاع زيزو وعمر جابر، اللي كان دايما بيحصل تدوير الكره من الشمال لليمين، تدوير للشمال لليمين، ومره واحده المساحه اللي بتفضى ناحيه الشمال اللي قلت لك عليها في مراجعه ليله المباراه. هنا ارجع لمراجعه ليله المباراه، هتلاقيني كل كلام هنا بنقوله كلام كوره يا صديقي العزيز المشجع الزملكاوي. قلت لك ناحيه شمال سموحه فيها مشكله. دايما الباك الشمال بيسرح كتير، وهتلاقي فيها مساحات كتير. وبالفعل شوف، ارجع للشوط الاول من بعد التعادل، شوف الزمالك عمل كام عرضيه من ناحيه اليمين، سواء زيزو ولا ناصر ماهر، زيزو ولا عمر جابر. كلها فرص كانت خطيره جدا من ناحيه اليمين، وكلهم ضيعوا من الجزيري بشكل غريب. الجزيري كان بقول لك كان مرعب مرعب. الزمالك كان ممكن الشوط الاول يطلع 2-1 بسهوله جدا. كان ممكن الزمالك يطلع 2-1، يطلع 3-1. لكن تخيل ان الآية اللي هي اللي تتقلب، والمباراة تنزل الشوط الثاني انت اللي بتجري ورا النتيجة وانت مغلوب 2-1 بسبب سيف الجزيري وناصر ماهر. الاثنين بأمانة أسوأ اتنين النهاردة كانوا على أرض الملعب مع زيزو، عشان الإحقاقا للحق. زيزو أصلا ما جاش المباراة، يعني زيزو ما عملش حاجات كتير بلاوي، بس كان مختفي. انما ناصر ماهر وعبد الله، ناصر ماهر وسيف الجزيري كميه ميس باص مرعبه، ومش مش موجودين في المباراه ببرود، يعني تحسهم باردين. يعني زيزو كان مختفي فبيحاول يجري مجهود، بينزل يدافع مع عمر جابر. يعني زيزو الى حد ما عارف اللي هو بيجري، هو دماغه مش فيه. واحنا متفقين مع زيزو، او متفقين على زيزو في النقطه دي. كل فتره تجديد هتلاقي زيزو دماغه مش فيه، وده مش صح. يعني ده مش صح. يعني انت المفروض يا زيزو، طالما انت لعيب كبير وبتاع وطالب ارقام وكل الكلام ده، يبقى انت المفروض تفصل. لكن زيزو مش موجود. حتى الاوفر النهارده، في كام اوفر عملهم بشكل غريب جدا، ما عملش غير الكره الاخيره اللي حطها لشلبي. المهم الزمالك خلق فرص من الناحيه دي الشمال اللي قلنا عليها ان هي نقطه ضعف، ولكن الايه اتقلبت وانت طلعت الشوط الثاني. ده يعني طلع داخل الشوط الاول مغلوب 2-1 من كورتين كورتين ثابتتين، ركلتين ثابتين. يعني كورتين ثابتتين يجوا فيك هدفين، وده قلت لك مش طبيعي في نادي بحجم نادي الزمالك. الشوط الثاني انا قلت وانا قاعد يعني بنتكلم احنا واصحابنا والناس في المدرج، بنتكلم ان اكيد بيسيرو هيقلب الطريقه في الشوط الثاني. لكن هو برضه نزل واستنى شويه بال3-4-3. مفيش فرص، مفيش رتم سريع، مفيش، تحس ان المباراه ميته. ولحد ما قرر هو يتدخل وعمل التغييرتين بتوع ان هو ينزل دونجا ونزل مصطفى شلبي. وهنا الزمالك عارف انت فكره، بص وشك نور ازاي لما عملت التغييرات وقلبت طريقه اللعب. اللحظه دي الزمالك بدا يفرض سيطرته على الملعب، يكون في
شغل من ناحيه الشمال، الجبهه اللي كانت ميته في وجود ناصر ماهر. شلبي احقاقا للحق وياخد حقه، انتقدناه كتير معانا، يعني احنا معانا ليه مع شلبي مشاكل كتير، الى ان الراجل نزل عمل مجهود كبير جدا في الحته دي وكان بيشتغل وما كانش بيأثر. بالعكس كان الزمالك بدأ يبقى له شكل في المنطقه دي لما مصطفى شلبي نزل، عمل جبهه مع بنتايج والزمالك بدأ يكون له خطوره من الجبهه دي، على عكس الجبهه اليمين اللي قلنا زيزو كان مختفي تماما. والزمالك بدأ يشتغل والنتيجه 2-1. ومن هنا جت اللقطه اللي بقول لك عليها بسبب مجهود مصطفى شلبي اللي هو اشتغل ولازم ياخد حقه. بدأ يشتغل، راح في الواحد على واحد، عدى عمل عرضية، ربنا كافئه على مجهوده لأن نازل عايز يرضي الجمهور وعايز يتأسف للجمهور. خد بالك هي دي باينة من اللي في الملعب، شايفها مصطفى شلبي هو نازل عنده حمية، نازل عايز يعمل حاجة عشان يروح الجمهور يراضيهم، وده حصل بعد ما هو سجل الجون الرابع. فشلبي ربنا كافئه بعد ما جري وعدى في الواحد على واحد وعمل الاوفر وتخبط في اللعيب مدافع سموحة والزمالك يتعادل. والزمالك من هنا بدأ برضو استمرار ضغط تاني، ودي كانت نقطة مميزة جدا بعد تغيير طريقة اللعب اللي احنا قلنا عليها لازم يلعب قدام سموحة 4-2-3-1. لعب بالزمالك وفرض سيطرته، وبدأ الزمالك بشكل ممتاز يدور الكرة وبقى يدور الهجمات من شوية يمين وشوية شمال. بس الشغل كان الجبهة الأكثر حيوية هي جبهة الشمال لما مصطفى شلبي نزل، لحد ما جه اللعيب الكبير قوي يا جماعه محمود بنتايج ومدفع رمضان، فعلا قنبله دانا. الجون الثالث اللي كان مهم جدا في توقيت مهم جدا من احداث المباراه. انت 2-2 لازلت مباراه من الكهرباء، انت بتجري ورا النتيجه خايف تتلط جون الدنيا تبوظ، بقت يعني الجون ده جه في وقت ممتاز من قرار ممتاز من محمود بنتايج. بحبك مزيان يا محمود يا بنتايج، لعيب كبير قوي يا جماعه، كواليتي مختلف تماما. وشكرا تاني لمجلس اداره الزمالك انه فعل بند الشراء لمحمود بنتايج لانه لعيب ممتاز على ارض الملعب. استخلاصات ايه وتاكلينجات ايه وكور عاليه ودريبلينج وجابها يعمل اوفرلاب ودبل باص مع الجناح، لا 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 محمود، وتسديد، لا محمود بنتايج حاجه 10/10. عمل المباراة ممتازة وخد هنا قرار وشط تسديدة دانا يسجل الهدف الثالث المهم جدا في توقيت مهم جدا. من بعدها الزمالك هنا كان في منتهى السوء ولازلت مستاء جدا من بيسيرو. الزمالك نزل تحت الكرة بشكل كبير جدا، مفيش اي حاجة بتتعمل تقريبا لحد حتى التحولات، يعني حسام عبد المجيد يطلع الكرة ما بتروحش لحد، بنتاجي يحط الكرة في المساحة للجزيري لوحده تضيع، زيزو يجري يعمل عرضية سيئة، ما بتعملش حاجة، مفيش خطورة، مش قادر اصلا تعمل مدة استحواذ في الشوط الثاني من بعد ما جبنا الجون الثالث. لحد في الدقيقة الأخيرة في الوقت بدل الضايع هجمة مرتدة زيزو اتعملت لزيزو في المساحة، زيزو راح من سيف جعفر ولازم سيف جعفر ياخد حقه، والشوال اللي لعبهم كان ممتاز فيهم، عمل باص ممتاز لزيزو اللي راح وراح عاملها لتحت لشلبي، شلبي حطها في البعيدة يسجل الهدف الرابع يقتل المباراة من كرة مرتدة. وانتهت المباراة بفوز الزمالك 4-2. لكن هنا لينا وقفة هتكون على لعيبة الزمالك وعلى بيسيرو. بيسيرو قدم لحد اللحظة دي قدم اللا شيء على المستوى الفني للزمالك. بيسيرو قدم حاجة أنا مش شايفها لحد دلوقتي، بيقدم لا شيء. الزمالك على المستوى الهجومي هي الموضوع كله في الفارق اللي بيصنعه بعض اللعيبه. يعني عبد الله السعيد طول ما هو موجود في الملعب هو مديك افضليه ان انت عارف تدور الكوره وتعمل يكون في حلول في الباصات. عبد الله مش موجود، شكرا. بنتايج في الواحد على واحد يعدي يحط الكوره من ورا اللعيب ويجري ويروح، شغل فردي. لا والله هم ان زيزو الجون الاخير حطها بشكل ممتاز لشلبي شكل فردي. فما فيش جمله، ما فيش عرضيات، ما فيش احنا قاعدين، يعني انا قاعد في الملعب بتفرج انا مش شايف حاجه بتتعمل على المستوى الفني، مفيش جمله، مفيش حاجه. برايي تقريبا الاغلبيه في المدرج ان الزمالك كسب عشان خاطر جمهوره، دي الكلمه تقريبا اللي كانت بترن دايما في ودني وانا قاعد. الزمالك كل جون بيجي يقول لك عشان خاطر الجمهور دي الجمهور ده.
فالزمالك على المستوى الفني فيه مشاكل. اتمنى ان بيسيرو يفوق. كل مباراه برجع اقول نفس الكلمه، يا مستر بيسيرو محتاجين شغل على الفريق على المستوى الفني والمستوى الجماعي وفكره الافكار على ارض الملعب. اتمنى ان حضرتك التلاتة 4-3 قدام الفرق اللي الزمالك عايز يكسب مش هتكون مجديه، مش هتكون مفيده، مش هتديك اللي انت عايزه. بتضيع وقت كبير جدا في التلاتة 4-3، بتضيع وقت كبير جدا 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 وتجري ورا النتيجه. ومش كل مره الامور هتعدي كده او هتسلم الجره في كل مره. يعني مش كل مره هتلاقي بنتاج يشوط، مش هتلاقي مصطفى شلبي الكره عرضه تخبط في لعيب وتعدي وترجع في المباراه. انت كانت ممكن النهارده تخرج من الكاس عشان انت اتاخرت جدا في قلب الطريقه وفي طريقه اللعب والافكار. الافراد نفسها لازال عندهم بعض المشاكل. يعني الونش محتاج يفوق اكتر من كده يا ونش، خبرات لازم تعلى اكتر من كده وتكون قائد. فوق نفسك يا ونش. دونجا لما نزل بديل برضه للاسف دونجا بعيد جدا، وانا عندي مليون علامه استفهام على استدعائه للمنتخب. ليه دونجا متاخد المنتخب؟ دونجا في الفتره الاخيره بيقدم مستويات صعبه جدا، حتى لما نزل ميس باص مرعب. سيف الجزيري حاجه في منتهى السوء اللي ممكن، يعني مفيش سوء بعد كده. صعب جدا سيف الجزيري. الحاد يا جماعه، احنا بنتفرج والله العظيم هيخلي الناس تلحد، هيجنن الناس وهي بتتفرج. الميس باص سيف الجزيري بيعمله غلط. فانت مستوى سيف الجزيري صعب جدا بعيدا عن الهدف اللي سجله. زيزو بعيد جدا، ويا رب نخلص من قصه التجديد بقى، نشوف مكمل ماشي هتجدد وتبدا دماغك تفضى وترجع زيزو تاني اللي احنا نعرفه، لان انت بعيد جدا. ناصر ماهر لازال، انا مش فاهم ناصر ماهر ماله من ساعه الاصابه والغطس اللي خده من ساعتها، فاتطرد غاب ماتشين فرجع. بعيد جدا ناصر ماهر، بيلعب ببرود بشكل مستفز. مش ما تحسش، عارف انت اللامبالاه، هو بيلعب بلا مبالاه. هو ده ادق معنى ووصف ممكن نقوله. ناصر ماهر بيلعب بلا مبالاه مش طبيعيه. هادي قوي، ايه المشكله عملت ميس باص عادي وارجع اتمشى ترد خفيف مش فارق معايا. اللعيب بيجري قدامي هفضل اجري وراه من بعيد، مش مهم معايا. دي بعض الافراد اللي صعبه جدا. لا زال زي ما قلت لك عبد الله السعيد وجوده في الملعب بيفرق جدا معانا على مستوى اداره الفريق، هو اللي بيعرف يدير الفريق. حسام عبد المجيد انا لازلت بقول ما شاء الله عامل موسم، او الفتره الاخيره من الموسم اللي فات نهايه الموسم لدلوقتي حسام عبد المجيد في تطور مرعب. حسام عبد المجيد النهارده في ارض الملعب شال من ورا الونش لما كانوا بيلعبوا اتنين، وشال من ورا الونش وصدق لما كنا بنلعب ثلاثه كور كتير جدا. حسام ما شاء الله تقل بشكل كبير جدا وهادي وعينه على الكوره. النهارده في الملعب قاعدين بنتفرج، لا باينه حسام عينه على الكوره، مش داخل اقطع على الكوره فاعمل فاول ولا اعمل بيلين. لا حسام انا الكوره هنا يروح حاطط رجله في الكوره ويطلع الكوره ويعدي. في الخروج بالكرة بقى ممتاز، بيطلع على بنتايج وبيطلع في العمق المساحات لنص الملعب شحاته وعبد الله. حسام عبد المجيد بيقدم مستويات ممتازه. وقلنا عبد الله السعيد وبنتكلم على سيف جعفر لما نزل كان ممتاز في فكره الوقوف على الكوره وانها ما بتطلعش منه والفيجن. حط باص في مساحه ناحيه اليمين لزيزو النهارده كان في منتهى الروعه، وحط في مساحه لزيزو في الجون الرابع برضه في منتهى الروعه. سيف جعفر لعيب ممتع بجد، انا محتاج ان هو ياخد فرصه على الاقل وقت اكبر من كده. انا متاكد انه عنده كتير هيقدمه. لعيب بصراحه نزل النهارده كان بيحارب عشان يثبت نفسه ويعمل حاجه. فسيف جعفر النهارده بالنسبه لي كان ممتاز. الشويه اللي لعبهم شلبي، الشويه اللي لعبهم كان عنده قلب وروح وبيحاول ومستقتل على الكوره ان ما تتقطعش منه، وكل كوره واخدها رايح على الجون عايز يعمل حاجه عشان يرضي الجمهور. وفعلا بعد الجون الثالث قلع التيشيرت وحطه على الرايه وشاور للمدرج قال لهم انتوا فوق راسي. هو عايز يعمل حاجه عشان يرضي الجمهور. فشكرا شلبي على ان انت اصلا حاسس بان انت عايز ترضي الجمهور، ودي لوحدها كفايه. بس الفكره ان احنا مشكلتنا معاك يا شلبي ان انت النهارده حلو او حاولت عشان خاطر الجمهور، الماتش اللي جاي تبقى سيء، الماتش اللي بعده حلو، الاربع ماتشات اللي بعدهم سيء. فاتمنى ان شلبي يفوق ويحاول يشيل الضغوط من عليه ويلعب ودايما يحارب ان هو يلعب عشان خاطر الجمهور زي النهارده. هتدي يا شلبي وهتعمل كتير.
بالنسبة لمحمد شحاتة، محمد شحاتة النهارده برضه عمل مباراة ممتازة، في كورة خدها هجمة عنترية من الجون للجون، كان نفسي الكورة دي تكمل وتيجي جون، هو سددها وخبطت في بتاع سموحة. ده بالنسبة لتقييم أو تقييم سريع كده، تعليق على أداء اللعيبة. طبعًا بنتايج أنا بالنسبة لي خارج التقييم، أنا ما تابعتش عشان كنت في الطريق وجيت صورت الحلقة على طول، مش عارف مين اللي خد man of the match، بس أنا بالنسبة لي محمود بنتايج man of the match. بالنسبة لي الموضوع مقفول، محمود بنتايج لعيب كبير أوي، النهارده 10 من 10، كل قراراته ممتازة، ده كان بالنسبة لي أهم لعيب في المباراة، عمل كل حاجة ممكن أي حد يتخيلها، عمل كل دفاعيًا هجوميًا كان ممتاز محمود بنتايج. ده كان كل اللي معانا بخصوص مباراة الزمالك وسموحة، فوز الزمالك 4-2 والصعود لدور الثمانية لملاقاة سيراميكا في مباراة صعبة جدا 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 جدا، وعلى بيسيرو الحذر انه يشتغل بشكل الفترة الجاية مختلف، يبدأ يطور من الفريق، يستغل كاس الرابطة انه يلحق يدخل لعيبة، يعني يريح بقى اللعيبة دي ويلاعب سيف جعفر ويلاعب مهاب ياسر ويلاعب محمد عاطف ويلاعب جيفرسون كوستا ويلاعب، شوف اللعيبة اللي موجودة دي كلها، لو الجفالي خف لحق يخف ياخد في ماتشات كاس الرابطه، وما خفش خلاص ندي لحد تاني. الفكره ان نستغل كاس الرابطه، دخل لعيبه كتير، ابدا استفاد من اللعيبه دي، واحد زي سيف جعفر باين ان هو خامه كويسه، اديله في كاس الرابطه يمكن يفيدك على المستوى اللي قدام الفترات الجايه، انت محتاج بدله. فمن كاس الرابطه استغل كاس الرابطه الماتشات دي ان انت تفوق الدكه وتدخل عناصر جديده، وتستغلها في فكره تطبيق افكار، وبلاش ال 3 4 3، ابدا اشتغل 4، خلي 3 4 دي 3 4 3 دي تكون خطه بديله في الماتشات الكبيره اللي ممكن تلعب بيها بره في الكونفدراليه، ممكن تلعب بيها لو هتلعب قدام فريق كبير وعايز تلعب على التحولات، يعني حاول تخلي الموضوع مش 3 4 3 مش هي البيزك، لان هي صعبه قدام الفرق الصغيره، او انت مش عارف تاخد منها الجانب الهجومي الممتاز اللي يخليك تستفاد منها. ده ممكن ده اللي اقدر اقوله. فاتمنى ان بيسيرو يطور من الفريق، كل حلقه بنيجي نقول نفس الجمله دي، اتمنى بيسيرو يطور من الفريق ويشتغل على الفريق بشكل افضل، ان لازال رغم الفوز 4-2 الا ان اداء الزمالك لازال عليه مليون علامه استفهام على المستوى الهجومي. نتقابل دايما على خير يا صديقي العزيز، وما تنساش تدعم المحتوى اللي احنا بنقدمه، طالما وصل لك الفيديو تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وكومنت وشير عشان صوتنا يوصل لكل الناس. كان معاكم اسلام نونجا في حلقه جديده من برنامج على الطاير وما بعد مباراه الزمالك وسموحه وفوز الزمالك 4-2. سلام يا صديقي العزيز، ونتقابل دايما على خير.